السلام عليكم ومرحبا بكم في لافتر ماتش مع وفاكاج. اليوم كنتلاقاو في تأهل تاريخي لثاني مرة على التوالي. المنتخب المغربي يتأهل لربع النهائي ديال كأس العالم، وهذه حاجة جديدة على القارة الإفريقية. واليوم جينا أننا نحتفلوا معكم بهذا التأهل التاريخي ونديروا تحليل تكتيكي لهذا الماتش هذا وهذه الملحمة التاريخية اللي دار المنتخب المغربي. ومعايا كيف ديما سعد مفكر صاحبي. شكرا على الاستضافة. والسي زكريا محب. شكرا خويا أنس، وأنا سعيد باش نكون معك مرة أخرى. مشينا على بركة الله ندخلوا للتحليل. هو الدراري الماتش كان صعيب واحد شويه 3-0 كتبان انها سكور كبير، ولكن راه تمحلنا في الماتش. بان لكم اش بالكم مساء؟ هو في الحقيقة شوف، في مسار ديال أي بطل ولا أي فريق بغى يمشي بعيد في شي كومبيتيسيون خصو يدوز من هاد الماتشات. هاد الماتشات هما الماتشات اللي كتعاود ترجع تحط رجلك للارض، كتعرف القيمة ديالك، كتعرف المشاكل اللي عندك، كتعرف كيفاش ولاو المنتخبات اللي كتواجههم كيشوفوك. لأنه قبل حنايا بحال مثلا ماتش البرازيل اللي دخلنا ما كانوش البرازيل عارفين 100% كيفاش كنلعبوا، سيرتو مع وهبي كان اللهجة. ولكن دابا وصلتي للماتش الخامس في كومبيتيسيون ولاو المنتخبات عارفين كيفاش كتلعب، ولاو عارفين لي بوين فور ديالك، اللعابه كلي دو فيان الخنقه بين قوسين اللي خنقونا كندا في الميليو تيران. سكيفي بالنسبه لي هذا الماتش هذا نقدر نعتبره ريفيرونسيال، لانه هو عاوتاني نقطه ديال الانطلاقه لواحد الكومبيتيسيون اخرى كتبدا ابارتير دو ربع النهائي، واللي في الحقيقه تعلمنا منه بزاف الحوايج. 3-0 كتبان نتيجه كبيره، ولكن عانينا. والاهم حاجه حاجه ربح ديال المنتخبات الكبار ديال الثمانيه الكبار كاين. انا حسيت البارح بحال في واحد شويه ديال الارجنتين ديال 2022 ديال المنتخب كيعاني ما كيونكيسيش. واهم حاجه في الحياه اون جينيرال انه في لحظات المعاناه ما تخسرش النقاط بزاف، ما يتماركاش عليك، تحاول تبقى. هذا الشيء اللي درنا انه كنا كنعاني وما ما تماركاش علينا، لدرجه دخلنا واحد ليدي لكندا انه واخا تبقاو ضاغطين علينا وكنعاني وراه ما غاديش تماركيو. وهذا هو التفوق الذهني اللي بالنسبه لي قلب الماتش ابارتير ما كنحسش بها اكثر اسعد هذه النقطه هذه، حيت فريمون في 10 دقائق الاولى كون ما كانش عندنا بونو، ما كناش غنقولوا هذه الهضره، حيت هما اللي جاو بها نجحات جدا. وانت عارفه داروا لك هذيك البريسينغ تراب فخ الضغط ديال انهم هما كيديوك البلاصه فين بغاو، كيسدوا عليك واحد لالين اللي انت ديما كنتي كتخرج منها، ونجحوا فيها وخلاو وصلوا بها 2 مرات ولا 3. من انت الحمد لله عندك واحد الكارديان اللي نقدروا نقولوا دابا حاليا انه واحد من احسن الكارديان في التاريخ الكره، نقدر نزعم ونقولها. علاش؟ حيت كان مؤثر في واحد المنتخب في واحد الدوله اللي قدر انهم يأهلوا 2 مرات لواحد نفس النقطه هذه. كمل اسمح لي قطعت. لا بيان سور بطبيعه الحال. في هذا الشيء، في هذا النوع ديال المنتخبات، هذا النوع النيفو اللي بغينا نوصلوا ليه، كيكونوا عندك واحد لي زانغريديون. اولهم قول مزيان. ما كاش عندك قول مزيان ما عمرش توصل يساعد لي سيناريو هذا. واخا تكون عندك ما عرفت شنو في اللاعبين. نرجعوا مثلا نعاود نجبد الارجنتين حيت ريفيرونس دات كاس العالم من الاخر، وانه مارتينيز كان مؤثر بنفس التاثير ديال مثلا ليونيل ميسي في الماتشات. نفس التاثير تقريبا. مشى الفينال تبان لك ديك الكره ديال دونك ياسين بونو. اعتقد التاثير ديالو دابا في المنتخب اكبر من التاثير ديال اي لاعب، مع انه لاعبين كاملين سواسيه. خلانا في الماتش، عطانا الثقه وزعزع الثقه ديال كندا في راسها، لانه حسيت انه دارت كل شيء وما قدراتش تماركي. وصلت فاس الكره ديال جوناثان ديفيد اللي غلطنا فيها في العمق وما قدروش يماركيو. وبالنسبه لي هاد المعطيات كاملين عطاتنا منتخب سوليد ذهنيا بواحد الشكل كبير وخطير، لانه ما كيموتش. واخا تحاول تلعب ليه على جميع نقاط الضعف ديالو ما كيموتش، وقدر انه يرجع بطريقه ديال المنتخبات الكبار، ديال المنتخبات اللي كيمشيو بعيد في هاد البطولات. نفازيو الماتش وقيلا بطريقه احسن. الفاز الاولى كانوا هما شاديننا، وتقدر تدخل معايا في النقاش. في 10 دقائق الاولى كانوا هما شاديننا كما قلنا. كانت الفخ ديال البريسينغ، انهم عارفين كتخرج من العمق، يسدوا عليك العمق ويفرضوا عليك انك تمشي للاطراف باش تخرج يا من عند حكيمي يا من عند مزراوي. واخا انت كتحاول انك تخرجها ما كتلقاش الحل، حيت دوك الجوج اللي كاينين في الميليو اللي هما بوعدي والعناوي اللي كانوا هما لي بوين فور ديالك ملي بدا كاس العالم. كيلقاو راسهم واحد لاكاج ديال 6 ديال اللاعبين. الناس اللي تفرجات في كابتن ماجد كانت واحد اللعيبه ديال الفخ كتكون باح بلا كره. هما شي واحد كيزعم يخرج لهم كره، هما كيفرضوا عليك انك تبقى تلعبها ما بين بونو ديوب بحال الحال، وين فاش تمشي للجناب يمشيو يزعموا. حنا كان عندنا واحد المشكل ديك الساعه، الموفمون ديالنا كان قليل، فهمتي، حيت هما كانوا ستاتيك. دونك انت خصك تكون موبيل
دونك الموفمون كان ثقيل جدا، واخا كنتحركوا هما عارفين كي اورينتيو حتى الموفمون ديالنا، دونك تعطلنا بزاف وهما الليدي كانت ناجحه جدا. دونك خداو واحد 3 ولا 4 الكواري، وتنظن ان مع منتخب كبير وهادشي شفناه حتى في كاس العالم 2022 الاغلاط اللي درناهم بحال الغلط ديال العناوي مع ديفيد، هذيك راه فوتوكوبي اللقطه ديال تيو هرنانديز في كاس العالم 2022 ماركاها ديال يامال تماركاش هذه تعطل واحد شويه اللي خلات على ان بونو يجيبها بيدو. كاينه كره ديال داك كونترول اورينتي اللي دار فاش دخل لا ماشي جوناثان، هذاك الاخر اللي دار داك والواسي اللي ضرب بحال هذيك عاوتاني باراد اكسترا اوردينير ديال بونو ما كانش ممكن شي واحد يديرها. وهاد جوج كواري مع منتخب كبير غالبا يعاقبك. امتى فقنا حنا كنحس ان حتى الدقيقه 40 الكولين بريك تعطلنا مازال، من الدقيقه 40 كان ان بو بلوس دو موفمون. جا عندنا واحد لاستار اللي قدرات لانها تمشي تاخذ كره اللي هي ابراهيم اللي اخيرا جا كاس العالم، انه قدر يولي موبيل ويتزاد يولي لعاب رابع ويولي اكسونطري باش انه يقدر ياخذها ويدير داكشي اللي كونترول ديالو ويربح شويه التيران. عاد بدينا كنتنفسوا، زائد الكره اللي قلتي لي قبيله سعد في الاوف ديال اننا نقزوا لالين ونمشيو للسيباري اللي توعدت فيها، وهذه كانت بانت اول وكون ما توعدش فيها كان كيبان لي انه كنا ممكن نعاودوا نديروها بزاف، ولكن ربها ضرات النافعه كيف كيقولوا، لانه دخول سفيان رحيمي بالنسبه لي هو نفعنا، ولكن ضر كندا اكثر. علاش؟ لانه ما كانوش كيتوقعوا مثلا سفيان رحيمي غادي يدخل هذاك البروفيل، انه باش نكونوا واقعيين قراونا مزيان، هما حفظونا ماشي قراو، عرفوا جميع نقاط القوه ديالنا جميع نقاط الضعف. فاجئونا بعدا بالتغييرات قبل الماتش، انه واحد 3 اللاعبين ما كنتش كنتوقعهم يلعبوا، مثلا احمد على اليسار ما كانش غادي يلعب، هو سيغور حتى هو ما كانش غادي يلعب في لاكس مع في لاكس الميليو مع اوشتاكيو، وحتى المدافع ديفوجيلو حتى هو ما كانش غيلعب. ولكن هادو لاعبين صراع، وبالتالي من اختارهم المدرب جيسي مارش اختارهم بناء على انه باغي يضغط باش يكون عنده ارتداد سريع. وهذه القضيه هذه نبهاتنا حنا قبل الماتش، وفهمنا انه كندا راه ما غاديش تدخل تعطينا الكره وترجع للور، ولكن غتحاول تضغط علينا. تغيير السيباري الاصابه ديالو كنتمناو انها ما تكونش صعيبه، خلات ان كندا تخصها تعاود تادابطا مع السيستيم ديال سفيان رحيمي اللي مغاير، يعني ماشي اللاعب اللي كيوقف على الكره بزاف، ولكن اللاعب اللي كيجري لي زابيل ديالو. بالنسبه لك هذا ما نعاودش نعاود الهضره ديال سعد، ولكن فريمون البارح شفنا انه عندنا منتخب كتحس اننا وصلنا لذاك الليفل ديال منتخب كبير اللي كيعرف يجري الماتشات ديالو وكيعرف يربح الماتشات ديالو. يمكن قبل الماتش كنا كنقولوا انه كنتسناو، اغلبيه ديال الناس كانوا كيتسناو الماتش ديال فرنسا بحال الماتش ديال كندا ديجا راه درجه راه في الجيب، ولكن الناس كاملين تفاجئوا البارح انه الدخله اللي دخلنا الماتش انه راه هاد الفرق هادو راه غيقراوك مزيان، وخصوصا انه قراو لك كاع لي موفمون اللي كنتي كتحل بهم. حنا كنا كنحاولوا نلعبوا كرات قصيره باش دير بزاف ديال لي موفمون باش تقدر تحرك بهم وتضرب الكره في ليلين ديالك القدام. الحاجه اخرى اللي ما هضرتوش عليها الدراري وهو الغياب فريمون اللي حسينا به البارح ديال شادي رياض، لانه والبارح ملي كان حسينا بعيسى ديوب انه ليدر في لا لين كمل على الماتش ديال الديفونس، هو كمل على الماتش ديال البارح، ولكن ديال الثقه. ولكن البارح كنا كنحسوا ديما بشادي رياض انه كان شويه كيهز شويه ثقل، خصوصا الكره كتكون عندنا في الرجل كنقدروا نخرجوا بها مزيان، كنقدروا نضربوا بها دوك ليلين باش نمشيو عند العناوي ولا البوعدي. ولكن البارح لا حل حال ولا ديو، فاش كتكون عندنا كره كلشي كتحس بهم كلشي واقف، حتى شي واحد ما كيحاول يدير شي موفمون، وحتى شي واحد ما عنده لا كاليتي ديال لي باس اللي يقدر فريمون يضرب هذاك لاني الاول اللي كانوا فارضين عليك. لا هي كانت مستحيل انك تضرب لاني الاولى، حيت اي واحد كيشوف اللعابه اللي وراه امير ديال 4 وقدامه 2، دوك 2 هما سادين ديك لالين كيف ما كان اللعاب، سواء انه الحل الوحيد عنده هو انه ينقص لي 2 لين ويمشي لوحه في ليسباس اللي غيعيط فيها يا السيباري. مي كما قال سعد قبيله هو ان كانت حاجه مزيانه لينا، واخا الاصابه ما كنتمنى لحتى واحد، ولكن لو شونجمون ديال رحيمي كان مزيان لينا حنا في لالين، لانه واحد غيجري اكثر وغيطلبها اكثر، حيت حنا ما نقدروش نجريو. هادشي غنكمل حيت حتى الاصابه البارح اللي كانت عندنا ديال السيباري كيحاول يطلب الكره، كيوقف على الكره وكيدور وكيتسنى
كيتسنى لا دياس الاخرين انهم يطلعوا باش نعاودوا نغيروا. الاصابه ديالو ديال البارح جو بونس يقدر يكون في الماتش الجاي واقيلا ان شاء الله يقدر يكون في الماتش الجاي ديال فرنسا. الاصابه ديالو اللي هي اللي شونجات ديال رحيمي بروفيل واحد اخر عاوتاني. رحيمي اللي كيضغط على المدافعين، ما كيخليهمش يلعبوا كره سهله، كيحاول يضغط على المدافع باش يغير الاتجاه ديال اللعب فين غادي يقدر يبني. هذه عاونتنا شي شويه، رب ضاره نافعه. المهم اللغه العربيه راه برافو عليك، استعملناها مزيان. وحاجه اخرى هو فريمون فاش كتكون في لحظات ديال الضعف ولحظات اللي كتكون تصبر، خصك تصبر وما خصش يتماركا عليك. وباش ما يتماركاش عليك خص يكون عندك فريمون غارديان اللي كيخلي لك داك المنسوب ديال الثقه عندك طالع. حيت لو انه كي قلت الدراري تمارك علينا بيت في 10 دقائق 15 دقائق الاولى، كنا فريمون نقدروا نعانيو، خصوصا في الشوط الثاني كنا نقدروا نعانيو بزاف. الشونجمون يمكن فين دار هو تقريبا بروميير ميطون جو بونس مشات كامله. دخلنا ندوي في الدوزيام ميطون حيت هي اللي كان فيها لو شونجمون واحد شويه. مي لو شونجمون اسمح لي زكريا قطعتك، هو ان البيت جا بكري دقيقه 4 في الشوط الثاني. وهذيك البيت جاب واحد الطريقه ديال ان بونو خدا واحد الكره اللي خرجات الباس دغيا قبل ما البلوك ديالهم يتحط، باش ان اعطاء الحكيمي اللي يلعبها دغيا لابراهيم، اللي يلعبها دغيا الرحيمي، نجيبوا بها فوت نماركيوها وهنا يتبدل الماتش باش هما يوليو يمشيو عندك اكثر، وتجي ديك النقطه اللي كنتي كتقلب عليها من الاول اللي غيولوا لي زيسباس اللي غاش اتاكيهم وانت مدخل اللاعب اللي كياتاكي هاد لي زيسباس واللي والحمد لله زعما وصلنا لمرحله ان المنتخب ديالنا في هاد الخمسه الماتشات حنا كنا كنقولوا نفس الهضره ديال اللعبوا السهله واللي بان ليه واحد لو شو احسن من ديالو يعطيها ليه ونكونوا افيكاس. كاع هادشي كان البارح فهمتي. ابراهيم دار له شوا اكزاكت من غير واحد جوج كواري اللي بيتيت حنا مسامحين اللي بغيتي. كانوا عندنا كانت عندنا ليفيكاسيتي وكان عندنا نعطيك هذه وكملها انس. هو ابراهيم دياز فريمون كانت البارح كتحس به انه كانت عنده فريمون النيه انه كيقلب من غير واحد الكره اللي كان خصو يشونجي. يمكن شكون اللي عطاها اليمين كان خصو يعطيها اليسار كان ممكن يفيكسي كاع يزيد بها، ولكن هو في دماغه كتحس انه سمع الهضره على انه خصو يطلق كره شويه من رجليك، نقص شويه من التعجان. وشفنا شي شويه انه حتى يعني فاش كيدور الماتش ديالو وكيضرب المساحه لقدام دارها بزاف ديال المرات. بالنسبه لي قبل ما ندوي على الشوط الثاني بغيت نعاود ناكد انه راه ماشي حنا ما كناش مزيانين، ولكن كندا كانت واعره بزاف. ضروري هذه هضره خص المغاربه شويه يثيقوا فيها اكثر، لان حتى سي محمد وهبي مورا الماتش راه قال راه ماشي حنا اللي ما كناش مزيانين. كندا لعبات ماتش احسن ماتش ليها في تاريخ مشاركاتها في كاس العالم. مي تاكتيكمون كانوا كاين الميطه الاولى راه كانت زعما واحد الماستر بيس تاكتيك بيناتهم بجوج، ولكن كندا بينات على انها او دولا دو قدراتها الفنيه والتقنيه راه منتخب دار واحد البريمير ميطون تاكتيك عالميه. بالنسبه لي الدوزيام ميطون بحال يلاه بدا الماتش. العقل تشوف ماتش البرازيل اسكتلندا بدينا بنفس الطريقه باش بدينا الدوزيام ميطون، ضغطنا وحاولنا نماركيو في البدايه والكره مشات معنا وماركينا. بدينا الماتش بنفس الطريقه اللي بدينا الدوزيام ميطون. فوالا بالنسبه بدايه الدوزيام ميطون بحال يلاه بدينا الماتش ديال البرازيل مثلا واسكتلندا، درنا داكشي اللي درناه في هذاك الماتش، باغتنا وحاولنا نماركيو. ودائما هنا نرجعوا ندويو لان التوقيت الهدف راه كيبدل جميع البارامترات ديال الماتش اللي ديالك اللي ديال الكره سي دي سيناريو. راه الكره كتدخل تقول لا ماركيت الاول كيفاش كتبدل وما كانش ممكن نماركيو اعتقد في البدايه دوزيام ميطون الا بطريقه بحال هذه كوبي اغيتي كونتر اتاك فهمتي شي كره بحال هكا. وجات من فكره واضحه طالما حنا ما كناش كنقدروا نخرجوا الكره، وهبي واحد الوقيته قرر انه يعتمد على طريق واحده اتينيرير واحد هو اليمين ديريكت فيرتيكال بزاف باس من حكيمي دياز رحيمي. واش قرر او لا تفرضت عليه؟ كنظن قرر لانه واحد الوقيته في لا سورتي دو بال في البدايه في الاخر ديال البريمير ميطون ديال كنا كنحاولوا نركزوا اللعب كله في لاغوش باش ليبريو بلوس ديسباس الحكيمي وكان سويتشو الجهه الاخرى. ما هذه الحاجه اللي عنده ما عندوش حاجه اخرى. ما كاينش حل. داكشي علاش هو فكر انه بوتيتر نركز بزاف على هذه الطريقه ونبقى نعاودها حتى تصدق. ما ولاش عنده حاجه مزيانه تدخل الطالب باش ولاش عنده واحد شويه ديال هذه راه بينا على اليد علاش هو دخل الطالبي. دخل الطالبي بالنسبه لي هذا شونجمون خصو يتقرر في شي جامعه ديال الطالبي وامراض خصهم يديروا موديل فيه كيفاش فكروا به انه
في الوقت اللي يحتاج بلوس دو فورس في ميو تيران ما يحتاجش لا تكنيك. فورس قلب على العصا. بوعدي دار ماتش ماشي من دار ماتش كان مزيان صوتي البنزين ولكن كيضربوه. وهذا الشيء علاش دخلنا امرابط والطالبي لان الطالبي كنا محتاجين السرعه في لا ترانزيسيون اللي ما كناش كنقدروا نديروها في الشوط الاول وامرابط لانه كنا محتاجين لا فورس اكثر في المناطق ديالنا الخلفيه وامرابط هو اللي قدر انه يعطينا هذه القضيه سيرتو في لي دويل اللي كنا كندخلوا فيهم مع كندا. افيكتيفمون انا بغيت نكونفيرمي هذا الشيء اللي قلتي وغنعطيوها بار ستاتيستيك. الميطال الاولى سالات كان عندنا داروا 16 فوت كندا وخداو فيها صفره واحده حيت كانوا كيمشيو للكره مي فيزيكمون بلغه الكره بالدارجه التشياط كان كيمشي معاك كيحاول يضربك واخا انت بوعدي راه دار ماتش مزيان بارابور الماتشات اللي فاتوا. صيغه العناوي كان ناقص واحد شويه مي بوعدي كان خاصنا واحد لانه غيدخل معنا في الكومبا فيزيك دونك المرابط خاصو يدخل واللي بقى معاه حتى لابوي ديالو بقى معاك في الكومبا فيزيك اللي هو نايل ويعاونك في البروجيكسيون. دونك الدخله ديال المرابط كانت بور موا جوستيفي تري بون شوا والدخله ديال شمس الدين الطالبي اللي خدا لا كونفيونس في الماتشات اللي فاتوا ودابا كونفيرماها حيت ولا كيشدها. وقيلا هو البروفيل الوحيد اللي عندك اميموني تا هو كيديرها في جهه يمنيه وانه فاش يشدها يشوف ليسباس اللي قدامه ويربح داك ليسباس. ما نساوش انه راه قطعها وديبول راه ماشي غير عطاه لي شي راه قطع خدمه كبيره فيزيك وخداها وبينيترا اونتر دو جوور ديال كندا وضرب واحد 30 40 متر ودوزها للجهه الاخرى. بالنسبه لي راه دار عمل انورم. وهاد الخدمه هذه غتعاوننا بزاف في الماتش الجاي اللي خلينا دابا ندوي على الماتش تاع فرنسا. سي كو فرنسا في الغالب ديالهم سي اون ايكيب تري براغماتيك فهمتي غيشوفوك انت كيفاش كتلعب. بغيتي اخويا كره غتاخذها وحنا غنتسناوك وابخي نمشيو نماركيو عليك. بغيتي اخويا تعطينا كره حتى هي راه نقدروا نديروها ونفس دونك انت خصك يكون عندك حتى انت اللي جوار ابريد اللي فاش يخليو واحد ليسباس في الجهه اليسريه الجهه ديال كوندي تقدر تمشي تاتاكيها. وهاد لو شونجمون هذا ديال شمس الدين الطالبي ما كنظنش انه غيبدا به. انا تنظن انه غادي يخلي حتى المره الثانيه حيت انا اللي جيت كونترينور نبدا به. علاش؟ حيت تنبغي التيران يكون كومين اون ميروار نجمع اللعب في الجهه اليمنيه ونمشي نقلب الجهه اليسريه. انا كنت غتشوف هذا الشيء بيان سور حيت اللعب ديالنا كنحاولوا نجمعوا اللعب كامل في واحد الجهه وكنخلي باش نوجدوا اللعاب اللي كيكون في الجهه اليسريه انه يكون في 1 كونتر 1. حنا دابا واخا كنديروا هذه الخدمه حتى لعاب عندنا فهمتي. علاش انا كيبقى فيه الحال فاش كنبداو ندويو على المنتخب سكو كيبان لك ان عندنا واحد البوتونسيال واعر جدا كرويا لعابوا واعرين مي عندنا واحد لو مونك ديال لحد الساعات واحد ما كيمشي في ذاك الان كونتر 1. خاصنا نقلبوا على التروازيامون ولا ما كنكريوش بزاف كاع ما ديروش. البارحه كرينا خمسه باش ماركينا 3 الوغ في العادي خاصنا نكريو بزاف. فرنسا كيكريو بزاف. فرنسا ما عندهم لي كاباسيتي د اللعابه انهم يكريو ان كونتر ان. عندهم 4 ديال اللعابه براتيكمون 4 تقريبا وعندهم واحد في البونتوش ولا 2 في البونتوش اللي يقدروا يديروا هذه القضيه هذه. والاشكال هو ان فرنسا هي كتبان لك منظمه ولكن وصلت واحد المستوى من لا ماتوريتي من الموهبه اللي ما كيحتاجوش بزاف ديال الافكار التكتيكيه. يسوفي انه لعاب يكري ان كونتر ان لصاحبه مبابي باركولا اوليزي ديمبيلي اللي خليق دوي نفس الحاجه اللي كانت البارح في الماتش ضد الباراغواي ديال فرنسا. وانا واخا الباراغواي كانوا فريمون داخلين البارح ما كانوش غيلعبوا ما بغاوش يلعبوا كره كانوا دايرين لونتي ماتش لونتي جو. اوكي بون عجبني فيهم بابي ولكن ماشي موضوعنا دابا هذا. فاش دخل باركولا فاش دخل دوي بلاصه باركولا البارح الاول الثاني كانت باين الماتش مع الناس اللي كتفرج البارح كان وانت كتفرج كتبان لك الماتش ديال شرقي ودوي ديال اللي غيدخلوا في ليسباس وغادي يحاولوا يلقاو لك. وكان كيبان لان كيعطلوا الماتش. باراغواي كتعطل الماتش كتعطل البيت عليها غادا كتعطل البيت. نتوما الدراري فاش كنتوا كتفرجوا ما كنتوش تقولوا ما كرهناش تمشيو اشواط. شوف انا ما كرهتش تريكيبيري ديك نص ساعه ديالك. كنت باغي باراغواي تستنزف فرنسا الماكسيموم بوسيبل دوز ولا ما دوش ولكن تستنزفهم ماكسيموم بوسيبل. وما نساوش انه بدنيا لا اعتقد انه مثلا فرقه بحال فرنسا تقدر تستنزفها بدنيا بزاف. الدراري لو او نيفو هذاك زعما كاع يمشي معاك 120 متر غير ريكيبيري وغيرجع ولكن تستنزفهم نفسيا. كتدخلهم الشك انه حنا فرنسا بكاع هاد لي كاليتي وهاد لي طالون اللي عندنا راه تقدر باراغواي تزيرنا. ولكن جو بونس با البارح زعما دخلت لهم هذه الفكره هذه لراسهم حيتاش فريمون حسوا بهذاك ان باراغواي ما بغاتش تلعب معاهم الكره. ولكن واخا كتحس بهم انهم البيت ديالهم عارفين راسهم غيماركيو. وحاجه اخرى عاوتاني هو ان حتى فرنسا فريمون من
لي زيكيب اللي صعيب جدا انها تقدر تفرض عليها شي اسلوب ديال اللعب، حيت هي كتادابطا كتادابطا معاك في وسط الماتش كيف ما انت كنتي غادي عندهم بزاف ديال الا جينا ندوي على هذا الماتش هذا ديالنا معاهم، سي اون ايكيب اللي صعيبه جدا، فهمتي، وقيله من احسن المنتخبات اللي كاينين في كاس العالم، دو فينال دو سويت احسن. نخليوه في من لا. نخليوه في من حيت عندهم كيلكو بوان فيبل عنده فيهم دابا نيت، وان عندهم ميليو تيران ماشي بالقيمه ديال دوك الربعه لي كاد تيت دو دراغون اللي كاينين القدام، زائد حتى اللي مريحين، فهمتي، كاينين الربعه وجوج جالسين اللي تقدر تدخلهم، تقدر نقولوا حتى ثلاثه، حيت انا بور موا حتى لافون سونتر ديال كريستال بالاس ماتيتا حتى هو من لي زافون سونتر اللي صعاب جدا، مي ما كاش باقي لحد الساعه ما استعملوه، ما بغاو يستعملوه، ما وصلوا ليه. الحل عند انت خاصك الا بغيتي تربحهم هو انك تقسمهم على جوج، تقسم هذيك القوه ديالهم كيلعبوا 4-2-4 وهذيك هذوك لي دو اللي الوسط زائد لي 4 ديفونسور، تحرمهم انهم يوصلوا كره لدوك الربعه اللي كاينين القدام، تقريبا نفس الميطا ديال السنغال، اللي الميطا الاولى ماشي الميطا الثانيه، حيت الميطا الاولى فريمون السنغال كانت اخطر جدا ووصلوا اكثر، وقال اسوء لي ميطون اللي لعبات فرنسا في العهد ديال شون، ما خلاهمش يوصلوا، وكانوا ممكن انهم يكونوا رابحينهم بتاع واحد جوج ولا ثلاثه، وانا بالنسبه لي هذيك الميطا ديال السنغال خاصها تكون ريفيرونس بالنسبه لي. شوف هو صحيح، ولكن خصك تستحضر واحد المعطى اخر، انه كان اول ماتش لهم، باقي لي ريبير ديالهم باقي ما دخلوش في كومبيتيسيون مزيان، كيف في سي نورمال. حتى حنا مثلا مع الميطا الاولى ديال البرازيل ايزولينا البرازيل، خليناهم كيبانوا مشتتين. لا ولكن نقدر نكونفيرمي لك بحاجه اخرى، الماتش تاع كوت ديفوار بريباراسيون فوتوكوبي تقريبا الفكره هي باش تقدر شي خصك تفصل هذوك الجوج وتشد الميليو تيران ديالهم اللي سي دي زاتليت اكثر ما هما دي جوور دو فوت، ولا تشوامني لا كيجريو اكثر ما كيلعبوا الكره برجليهم. انا كيتبان لي الفكره الاخرى اللي نقدروا نعتمدوا عليها بوتيتر هو بلاص من ايزوليو ميليو كله على لاطاك، ايزوليو اوليزي اللي عنده ادوار اخرى دابا في العمق، ماشي لانين بحال اللي كيلعب مع الباير بحال اللي كان في كريستال بالاس، ايزوليو على دوك الثلاثه. ملي غاتيزوليه هذه الفكره الهجوميه الوحيده اللي عند فرنسا، هو اوليزي كيقلب على لي زابيل اللي هما لا مركزيين ديال اللعابه بثلاثه. من بعد ملي غاتيزولي شنو غتولي في واحد اللعب ديال مهاره فرديه ديال اللاعب، ديك الساعه خص اللعابه ديالنا يكونوا في الصومي ديالهم، او لا تمشي فيهم بجوج، يعني من غير مثلا اوليسي ما تمشيش عنده كره، عندك حتى لا رابيو ولا كوني ولا تشواميني شكون اللي غيكون فيهم، فاش غاتيزولي غادي يضطر هما ما عندهمش ماشي تكنيكمون اللي يقدروا يعطوك دي باس مزيان للمبابي ولا ديمبيلي ولا هذا حل واحد اخر. ولكن واش حنا عندنا نقدروا نديروا هذا الشيء هذا ل 90 دقيقه ولا حاجه بعدا غير زايد حاجه اخرى على ديك اليد نقدروا نديروا اي حاجه، خصنا نكونوا في الهرم. هو حنا كفرقه الستاش ديالنا تيضمن لينا هادشي، كيضمن لينا على اننا خص راه نقدروا نبقاو حاضرين مع اي منتخب كيف ما كان، حيت انت دابا من الثمانيه اللي مؤهلين وانت اصلا من الثمانيه ديك، راك ماشي كنتي فيها كصدفه، دونك تو الكونفيرم. والرباح ديال الماتش تاع البارح كيبين لك انت اصلا منتخب كبير، وكتبقى فايق ديما، وعندك مدرب اللي كيقدر يبريباري مزيان وكيقدر يدير هادشي كامل. مي كاين اوسي ديال انك خاصك تقرا كيفاش كتخرج كره فرنسا، حيت حتى لي دو زاكسيو ديالهم لا صليبا لا اوبيميكانو وحدين من احسن اللعابه اللي كيربحوا التيران اللي قدامهم، اللي كيطلقوا لي باس لدرجه انهم هذوك الجوج اللي كاينين في الميليو ما باغينهمش هما اصلا، باغينهم يتبروستاو فيرتيكال، تيقدروا بعض المرات يبنيو بثلاثه واحد سته. راه قلال المنتخبات اللي كديرها ان تخليها واحد قدام دوك اللي طروا، حيت اوبيميكانو كيربح اللي قدامه، صليبا كيربح وكيبقى واحد بيتيت رابيو ولا تشواميني ولا شكون اللي كيكون بيناتهم، وكيبقى هذاك اوليسي هو الواحد اللي كيبقى ان الكترون ليبر. دابا المشكله في هذه الفرقه سيكو هذاك الاوليسي اللي كندوي عليه الا ما كانش في نهار وكيدخل واحد اخر شرقي فوتوكوبي في يومين ماشي في نهار معطيه هاد النقطه. البارح باركولا ما كاينش لي سباس فين يجري فيه، هادشي اللي دخل دوي. انت ما عندكش هاد الرفاهيه، بيتيت واحد شويه مع الطالبي اللي شفناه كيفاش دخل، شفنا الرحيمي كيفاش دخل، كنتمنوا على الناس سيباري يكون اللي يقدر يدير شويه البرزاطه، مي غيكون ان كومبات بوكس هما بيتيت بلو لور، مي حنا عندنا لي كاليتي باش نربحوهم باش نضر. خصنا نكونوا دفاعيين على اعلى مستوى، لانه حنا حلينا براتيكمون المشكل ديال نجاعه الاهداف، لانه ولينا كنماركيو. الا كنا دفاعيا طوب فاعتقد انه الماتش غيكون 50-50 بزاف، وغادي نجيريو بالطريقه اللي حنا بغينا.
انا معك في هذه الهضره هذه، وكاين حاجه اللي كطمني اكثر من مورا هذه الهضره كامله، سي المنتخب المغربي ديالنا في هذا كاس العالم كل ما كان دفاعيا مزيان، كل ما كنكونوا تربحوا ماتشاتنا وكنبينوا على اننا عندنا واحد النضج تكتيكي دفاعيا احسن من فاش كنكونوا هجوميين شادين الكره، حيت حنا ما كنكريوش بزاف تاع الفرص، ولكن الا كنا حنا اللي تنتسناو تنبروشطاو بطريقه مزيانه وكنوصلوا البطو بطريقه مزيانه وكنربحوا. واش اللي خلينا الدراري اننا نمشيو ندويو على لاكسيون اللي بقات فينا في الفقره الجايه. هو الدراري بعجاله شنو هي لاكسيون اللي بقات فيكم؟ لاكسيون بقات فيا انا هي الكره اللي لعبها العناوي في الارض، صعيبات في الارض صعيبه، تقطعات وتحولات الهجمه مرتده خطيره اللي جبدها بونو، كان ممكن تصيدنا ديك الكره ومالوزمون تعاودات واحد 3 المرات اخرين في مناطق اخرى. هذه هي اللي دويت عليها قبيله، قلت لك الا درتيها مع منتخب كبير وشفناه في 2022 بيش صافي سير لعب السونتر. جازك هذه اللقطه اللي بقات فيه هي الكره ديال رحيمي ديال رائعة اللي كانت واعره، كان يجي خصوصا اللي تمركز هذيك الكره في هذاك الوقيته كتغطريحنا شي شويه. مثال ديال الترانزيسيون الرائعه اللي خاص يدير اي منتخب، زعما يدرس هذيك الترانزيسيون اللي تلعبات. واخا كان انا شوا عاوتاني كان عنده شوا الاخر ماشي مشكل. انا اكثر هو لي رولونس ديال حكيمي كانوا واحد الجوج اللي كما كنسميوها باللغه الكره شراها ليه، كيتلوح عليه وراه دو ديفونسور اللي كتخليهم انهم يقدروا يديوا عليه. دار مع بونو وكان ممكن انه يتبليسا فيها، ودار مع المرابط وكان ممكن انه تمشي ليه وتولي علينا هجمه. دار في اون رولونس اللي لحق في زون 14 اللي كانت ممكن ان اي واحد دوزيام بال يتيريها، و سي بينالتي بالنسبه لاي واحد اللي كيكون جاي من الخلف. مي جو بونس كو الحمد لله دازت سالمه. وهذه هي الفقره القادمه اللي غادي ندوي فيها على مول الماتش في لافتر ماتش مع وفاكاش. ايوا الدراري، شكون هو لهم دي ماتش بالنسبه لكم؟ سي سعد. انا غنختار جوج بطبيعه الحال. الاول هو ياسين بونو، لانه فريمون خلانا في الماتش في الوقت اللي كنا كنعانيو وكون اونكيسينا كان ممكن الماتش يمشينا من يدينا. وثاني واحد هو عز الدين أناحي النحيله، لانه ماشي حيت ماركه ولكن فريمون عاونا بزاف نخرجوا بالكره ليبيرانا، نفسنا وخلانا نوصلوا للبوطو وفك لينا العقده ديال ليفيكاسيتي قدام البوطو. ماشي مع بونو، حيت في الوقيته اللي كنتي عيان، كنتي مطحطح، راه بونو هو اللي عتقك. و بونو انا معكم انا في نفس السميات مع عز الدين كثر، حيت عز الدين في هذا الماتش تاع خروج المغلوب كيكون واحد نيميرو اوتش نيميرو اوتش، وكيتفكر على انه هو ذاك اللاعب اللي يقدر يهزنا على ظهره، هو اللي يقدر يربحنا. اليوم ماركا جوج تاع البيوتا، وبيوتا ماشي ساهلين، زائد دوك لي زاسيست اللي كان كيخرج الكره اللي خرج للرحيمي اللي كان ممكن انها تماركا، كيفاش كيتبروسطا، كيفاش كان انه كيطيح وكياخذ لا ريسبونسابيلتي وسط جوج ثلاثه. زائد سان ليدر اللقطات اللي شفنا من مورا الماتش ديال كيفاش دخل ابراهيم دياز وقال لي اجي عند الجمهور باش انه يرجع العلاقه تكون مزيانه. حتى ابراهيم دياز اللي دار ماتش مزيان، مي تنظن ان أناحي واحد من احسن اللعابه اللي كانوا البارح واحسن اللعابه اللي كاينين في المنتخب. وندوز دابا لفقره وفاكاش تشالنج، سان تشالنج اللي كنديروا مع لي كليون ديال وفاكاش اللي كيجيو عندنا لاجونس وكنسولوهم على اسئله على الكره المغربيه وكيجاوبونا وكيربحوا معنا. بقاو معنا. والفائز معنا في وفاكاش تشالنج اليوم هو السي عبد المنعم. مرحبا بك سي عبد المنعم. سي عبد المنعم، كنظن ان السؤال اللي سولوك اين مدينه تلعب فيها الماتش؟ شنو سميت التيران والمدينه؟ هيوستن في تكساس. الله يتمعلم بالله درت شكرا شي كلمه لوفاكاش. شكرا بزاف ليكيب ديال وفاكاش تشالنج. وبصراحه انا جيت بارازار، كنت دايز فهمتي، جاي واحد الصور طرات لي جاي من مراكش جيت بارازار قال لك وفاكاش دايرين تشالنج تاع واحد الربحه تاع 1000 درهم، جيت تشارك معنا. جيت عطاوني كيستيون جاوبت عليها وجات من الخير. الله يلا التوفيق. رزق تبارك الله عليك اخويا. شكرا مبروك عليك. في هذه الفقره عندنا الميساجات اللي بغاو الناس يوصلوا من الاسود، هما ميساجات اللي كيصيفطوهم في الباج انستغرام ديال وفاكاش، وحنا كنقراهم، كنعزلوا واحد 3 وكنقراهم. نمشيو للميساج الاول. تخيلوا نربحوا فرنسا الدراري. بحال كتشوفها بعينك اخويا. انا ما كنشوفش فيها باين، كتجيني بعيده ما نكذبش عليكم. 50 بحال دابا وصلنا لواحد النيفو اللي حتى شي فرقه ما غتخلعنا. واحد ما يخلعنا. ندوز الميساج الثاني الدراري. ونحين نحيله بحال داك صاحبك اللي فيما كتعول عليه كتلقاه. هو احسن من داك صاحبك اللي فيما كتبغيه كتلقاه. ماركي لك جبيوت، صاحبك غير يضربك الجبيوت على كندا. لا يقدر يديكلاري بك ولكن ما يديرش هادشي كامل. انت ما عندكش شي صاحبك بحالك؟ لا عندي انس.
ما كنديرش الشيء شنو هذا ندوز الميساج الثالث. الميساج الثالث هو ميساج طموح. جيبوا هاد الدراري راه ولينا طامعين في الكاس ماشي غير دمي فينال. بيان سور طموح مهم سيرتو فاش طموح مشروع. مشروع سيرتو فاش كتافونسي في اي كومبيتيسيون. شوف الكره دابا ولات 50 50 سيرتو في هاد كوب دي موند شفنا انه ما كاينش هذا مرشح ولا ماشي مرشح، كلشي عنده نفس الحظوظ كيبقاوش في الماتش. وحتى الستاتيو ديالنا تبدل زعما ما بقاش ديك اننا كنخافوا من المنتخبات كبار، صافي كتدخل معاهم عينك في عينيهم سان كومبات بوكس كما كنقولوا ملي بدا كاس العالم. هو يمكن هاد انا جاني شويه زعما سابق شي شويه، خصنا نمشيو دابا ماتش با ماتش. ما كيقول الشاعر ماطش باقي عندنا فرنسا ان شاء الله. اون فوا ندوزو فرنسا ديك الساعات نحلموا بالكاس ان شاء الله. وعلى هذيك فرنسا شنو البرونوستيك ديالكم الدراري سعد؟ 1-1 اشواط اضافيه وكنتمنى نربحوا. مزيان التمني. كان عندي نفس التوقع ديال سعد. انت 1-1 1-1 الشاهد قول شاهد. وغادي نمشيو ان شاء الله نمشيو 120 دقيقه، كنقول نقدروا نجروا 120 دقيقه واخا ما بغيتش بيلانتيات ولكن كنقول نقدروا نمشيو بيلانتيات يجذبونا ان شاء الله. وانت السي انس غنتقساو ب1-0 نتقساو ب1-0 وصافي كتوقع. قلتو التمني دابا هذا توقع عطينا التمني ديالك. التمني غادي نربحوا ب2-0. 2-0 ما يتماركاش علينا. هذا تمني. الدراري اختاروا لعاب من المنتخب ووصل ليه رساله دابا. سير زكريا انت الاول. انا عندي بزاف د اللعابه صراحه ولكن نقدر نمشي لبونو هذا الماتش ديالك انت اللي غادي تدينا ان شاء الله للدومي فينال، وكاع الادوار الاقصائيه كنتي حاسم فيهم في التاريخ ديالنا 2022 2026 الماتش ديالك ان شاء الله. انا غنختار ابراهيم دياز. كاين سوشي طراجه قول لي بالتاريخ. الكاميرا ديالي هي ديت ابراهيم بورفاتيو juega al balón, vamos a ser un campeón, estamos en el tiempo de ti, confiamos a ti, vamos a ser un campeón mundial. كيلعب بالاسبانيولا سعد. هذه راس الاسبانيول ديال نيتفليكس. المهم انا الميساج اللي عندي كاميرتي هذه انا اللي غادي نقول نفس الهضره اللي قال سعد. ابراهيم لعب الساهل الله يرحم الوالدين، راه حنا معولين عليك وكونفيرمي داك لو ستاتيو اللي حنا جايبينك عليه ديال انك انت هو الاستار ديالنا، وهذا هو الماتش اللي غادي تهزنا فيه. تنظن انني مزيان في السباليونيه بان لي اخويا سعد ياك والله اقسم بالله شحال الكونتكست. وبهذا الدراري وصلنا لنهايه الحلقه ديال لافتر ماتش مع وفاكاش. شي ميساج بغيتو توصلوه؟ ما معناش ميساج ولكن نتمنوا ان شاء الله ان الماتش يمشي بلي سيناريو اللي غادي يكون حاط محمد وهبي، وان شاء الله يكون الحظ في الحالي ستريس دخلوا تناول. احنا قبل بعدا من اللعابه ولكن فرح بعدا دابا فرح. لا دابا حنايا ماشي مشكل دخلنا ستريس ما يدخلش الدراري. انت سعد؟ انا فرحان بعدا وصلنا عاوتاني الكارت فينال ثاني مره على التوالي. وميساج اللي غنبغي نقولوا انه نقول للناس استمتعوا بهذا الشيء اللي كنعيشوا، راه ما عاشوش الناس قبل منا، صعيب عاوتاني نعاودوا نعيشوا بهذه الطريقه. استمتعوا نخلوش ستريس يغلب علينا، واخا كنبان انا مستريسي، وان شاء الله كنتمنوا اننا نكملوا هذه الجورني هذه ونربحوا فرنسا وندوزوا دومي فينال. انا بعدا فرحان انني كنت قاسم هذه لافونتور ديال كاس العالم معكم نتوما في لافتر ماتش مع وفاكاش. شكرا لكم حتى نتوما اللي كتابعونا. كنكون وصلنا لنهايه الحلقه ديال لافتر ماتش مع وفاكاش. السلام عليكم.